سوق مشروبات الطاقة يقدر ب 80 مليار دولار، ومن المتوقع انه يوصل ل 134 مليار دولار بحلول 2030. مونستر مثلا بتبيع 62 نوع، ريد بول 11 نوع، وروكستار 30 نوع، ودول بس الثلاث براندات من وسط ما يقارب 70 براند عالمي. مجال كله قايم على تعبك. طبعا لو حاسس ان انت نفسك تعبان شوية ومحتاج تفوق، خد لك مشروب ونشاطك يرجع لك تاني بل احسن من الاول. لو عاوز جوانح طبعا انت عارف هتاخد ايه، وكله مبسوط. بس لو الموضوع فعلا كده، ليه دار الافتاء المصريه مره واحده طلعت فتوى بتحريم شامل لكل مشروبات الطاقه؟ ده سؤال لازم نساله. وهنا بقى لازم نوقف مع نفسنا ونفهم فعلا هل الموضوع فعلا بالخطوره دي؟ ايه فعلا اللي موجود جوه المنتجات دي، وازاي بتشتغل، وازاي ممكن توصلنا لحاله ادمان او طريقه الادمان قريبه من ادمان المخدرات، وازاي ده ممكن يدمر كل حاجه في جسمنا، مش بس جسديا بل كمان نفسيا. الفيديو تقيل وطويل شويه، فروق اعصابك كده، حضر كوبايه قهوه محترمه او مشروبك المفضل الصحي، ويلا بينا. في 2013 يوم عادي زي اي يوم، في شاب عنده 28 سنه في كامل صحته قبل ماتش باسكت بول بتاعه بتقريبا 5 ساعات خد مشروب طاقه، مش واحد بس، خد 3، كل واحد 250 مللي في مره واحده. دخل الماتش واثناء اللعب بتاعه دخل في حاله غريبه، قلبه اتلخبط لخبطه خطيره جدا، وحاله اسمها ventricular tachycardia. انتقل للمستشفى ودخل العنايه المركزه، وبعد 3 ايام محاولات انقاذ الشخص ده توفى، وتم السكوت التام عن القضيه دي، واتسجلت كتقرير طبي فقط عشان ما يعملوش قلق للشركات الكبيره دي، عشان ساعات بيكونوا سبونسرز على فكره الحاجات دي. وفي 2015 عملت دراسه على شباب صغيرين شربوا علبه واحده بس قبل ما يلعبوا جيم تقريبا او حاجه، المهم زاد الضغط بتاعهم ب7 درجات، وده حصل من غير اي مرض تاريخي عندهم، يعني ما عندهمش اي امراض وحصل المشكله دي. فدي بس مجرد علبه واحده. فده يخلينا نقف لحظه ونسال نفسنا ازاي مشروبات الطاقه دي فعلا بتشتغل. طبعا وانا بصور لكم ده انا نفسي اخد مشروب طاقه لان انا هلكان، بس مش هعمل كده عشان ده سبب الفيديو بتاع النهارده، ان مشروب الطاقه ده قصته كبيره، مش عشان حاجه وحشه ولازم نكرهها وكده، بس لازم نكون عارفين اي حاجه بناخدها تاثيرها ايه على جسمنا. طيب نرجع للاساس، مشروب الطاقه ده بيعمل ايه؟ مشروب الطاقه ده ببساطه بيغطي على احساسنا بالتعب. زي ما انا دلوقتي انا حقيقه تعبان، ما كنتش عاوز اعمل كده، بس انا عاوز افيدكم على قد ما اقدر. فموضوع ان الطاقه ده هي حاجه احنا لازم نعرف ليه. هل في الطبيعي الواحد يبقى مرهق اخر اليوم؟ طبعا، وده اخر اليوم وانا بصور لكم، بس مش من الطبيعي ان انت تبقى صاحي مرهق. وهنا حته السبلمنتس او الحاجات اللي ليها علاقه بالطاقه بتيجي هنا، لانها بتحاول تعالج الحاجه اللي احنا بنشوفها السطحيه دي، ان احنا بنبقى تعبانين بس مش فاهمين ليه. فايه اللي بيحصل؟ بتاخد طبعا مشروب طاقه بيبقى مليان كافيين، ساعات سكر، ساعات حاجات تانية برضو محفزه ستيمولنتس للجسم. فالحاجات دي بتغطي على احساسنا بالتعب بان هي بتغطي على الادينوسونين اللي احنا اتكلمنا عليه كذا مره. فالادينوسونين ده هو اللي بيقول لنا يا معلم انت كده لازم تفصل، لان انت تعبان، وانت فعلا تعبان، وجسمك محتاج يفرغ الفضلات الكيميائيه والفيزيولوجيه اللي فيه. واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في الفيديو اللي بيتكلم عن القهوه. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا خلاص عرفنا ان ده بيحاول ينشطك artificially او اصطناعي، تنشيط اصطناعي، بتستلف طاقتك من بكره. ده ازاي بيحصل؟ او ايه العمليه اللي بتحصل؟ اول حاجه طبعا في عندنا حاجات مشروبات طاقه بيبقى فيها سكر، وفي مشروبات طاقه خاليه من السكر. اللي فيه سكر مش محتاج اشرح لك ايه اللي بيحصل هنا، انت عندك كافيين وسكر، يعني بيطلع عندك ضربه في الدم بطريقه غير طبيعيه، ترفع ضربات القلب، ترفع الضغط، ترفع الانسولين، تبهدل لك الدنيا. وبمجرد ما ده نزل او مفعوله خلص بيجي لك الكراش. طب ايه اللي بيخلي الكراش ده يحصل؟ نخلي بالنا ان الكافيين زي ما قلنا بيبقى موجود في الجسم، يعني حياته اللي بتتقسم بالنص او الكميه بتتقسم بالنص كل 6 ساعات. فلو انا واخد 100 مللي جرام كافيين كمان 6 ساعات او 5 ساعات ونص تقريبا بيبقى 50، وبعدين 50 تبقى 25، دي اسمها الهاف لايف. فالخوف من ده طبعا هنتكلم في موضوع في النوم، عشان كده بقول لك ما حدش يشرب قهوه قريب من النوم، مش عشان بس ان قريب من النوم، لا، بس علميا في لسه كيميائيات في جسمك بتحفز الجسم انه يبقى صاحب، ان هي بترفع ضربات القلب وبترفع الضغط، بترفع الكورتيزول وبتقلل الميلاتونين. فلما الميلاتونين هيقل مش هتعرف تنام. فدي اول حاجه احنا اتكلمنا عليها. طب تاني حاجه، لو هي ما فيهاش سكر ايه اللي بيحصل؟ ما هي لسه فيها برضو محفزات، فاحنا كده قللنا حاجه من الحاجات اللي موجوده. احنا هنتكلم على
4 5 عناصر دلوقتي اللي موجودين جوه اي تيبيكال او اي نوع من انواع المشروبات الطاقه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. لان الفيديو ده بنتكلم احنا مش من المفروض مننا ناخد المشروبات دي لان هي مش صحيه. يعني ما ينفعش ان انت دايما تبقى عاوز الحاجه الاكستريم، يعني زي ما تبقى واحد مثلا عايش على المسكنات. انت المسكن هو حاجه وحشه كيميائيا لانها بتعمل 1 2 3 4 5 وليها اضرار 1 2 3 4 5، بس مش معناه ان انت مش هتاخدها في اي وقت في حياتك، لا، كل حاجه ليها وقتها، بس لازم نعرف امتى ناخدها وازاي ناخدها. الحاجه دي اي حاجه بترفعك لفوق بسرعه لازم تتهبد اسرع، ودي في اي حاجه في الحياه خليها قاعده معاك. الحاجات دي لما بتخش في الجسم بترفع كل حاجه، بتعمل حاله يعني حاله رعب جوه الجسم، اللي هو اسمع الدنيا بايظه، احنا تعبانين، انت غصب عنك تعبان عاوز تنام بس انا مش هنيمك، وتدوس على نفسك تاني وتالت ورابع، وده بيأثر على الجسم بحاجات كتير. فايه هي المكونات اللي موجوده اللي بتخلينا نوصل للحاله دي؟ حتى زي ما اتفقنا، كافيين، سكر، ممكن يكون في عندك طبعا مكونات تانية محفزه زي التورين، زي الفيتامين بي كومبلكس، بيحط لك فيتامينات كتير، بس احنا مش واخدين بالنا من حاجه بتحصل هنا. انا لما اخد كافيين عالي 300 400 500 مللي جرام كافيين في مره واحده، اللي بيحصل ان الجسم بيبدا يطرد الاملاح، فبيبقى عندك خلل في الالكترولايتس، وفي نفس الوقت انت بتدخل فيتامينات وكده، وعندك الجسم بيخرج الميه اللي فيه، فكل الحاجات دي بتروح في البول، فانت بيبقى عندك بول غالي فقط لا غير. ده مش معناه ان الحاجات دي لوحدها مش كويسه، ولكن خلطتها مع بعض في الوقت اللي احنا بناخده او طريقه استعمالنا هي دي الغلط، لان الطريقه دي بتحفز حاجه تانية برضو مهمه جدا اللي هي الدوبامين. واتكلمنا على ان احساسنا بالدوبامين ده ممكن يخلينا عبيد لحاجات احنا مش عاوزين نعملها. يعني ايه؟ يعني انت ممكن في الاساس اصلا ما تكونش عاوز تاخد الحاجه دي او تشرب الحاجه دي، ولكن بسبب احساسك بالدوبامين وتعودت عليه، العاده نفسها بقت بتخليك ان انت بتلجأ للمكمل الفلاني او السبلمنت الفلانيه او المشروب الطاقه الفلاني. وهنا بقت خطر لانها بقت عاده، ولما تبقى عاده احنا بنتكلم على حاجه طويله المدى، يعني حاجه انا بكررها يوم واثنين وثلاثه واربعه، فلازم هتأذيني على المدى البعيد لانها عاده متكرره. فدلوقتي لما نيجي نبص على فكره او وجهه نظر الدار الافتاء ان هي تحرم حاجه زي دي، هو انا بالنسبه لي بيبقى في سؤال، هي ليه ما اتحرمتش من قبل كده؟ المشاريب دي او المشروبات دي موجوده بقالها زمان، فليه النهارده اتحرمت؟ انا ما اعرفش، ده سؤال انا بدعوكم ان انتوا تردوا عليه. هل يمكن الحالات زادت؟ هل يمكن ان البراندات زادت؟ هل يمكن برضو ان على فكره الحاجات دي ما عليهاش رقابه؟ يعني ممكن هو يقول لك ما فيهاش سكر ولكن هي فيها سكر، ممكن يبقى فيها مواد تانية زي الريد 40 مواد خطر، ممكن يبقى فيها محليات تخليك عاوز الحاجه الحلوه، واصلا ممكن تكون بتشرب المشروب الطاقه ده ذهنيا وانت مش واخد بالك، في عقلك الباطن انت بتشربه لاجل طعمه الحلو، لاجل ان هو ما فيهوش سعرات حراريه وبيديك طاقه. فالاحساس بمجرد ما انا اخد حاجه لا طعمها حلو واكنها عامله زي السوفت درينك او الحاجات اللي انت عاوز تشربها زي الكوكاكولا والبيبسي ومش عارف ايه، بس ما فيهاش سعرات حراريه، تفكر ان انت كده هيلثي، ان بتدي نفسك طاقه وفيها كافيين وبتديك طعم حلو وبتخليك تروح فوق كل ده. لو انت رايح جيم مثلا تأدي اداء طبعا لان فيك طاقه وفيك باور مش طبيعي عندك، يعني مركز على التمرينه وبتديها كل جهدك ووقتك ومجهودك، عكس لو انت مش في المود. وهنا هرجع على اساس الحاجات دي، هرجع يعني ايه انت مش في المود، يعني ايه تعبان، ولكن الحاجه دي بتخليك تدمنها. فانا ادمنت الاحساس ده، وده نفس الاحساس اللي بيدمنه اي حد بياخد مخدرات، ان هو ببساطه في حاجه خدها، الحاجه دي حسيته باحساس 1 2 3 وخلته يعمل 1 2 3 وانبسط بالموضوع ده وفسد دماغه من الحياه وبقى حياته عسل. فاكيد هلجأ للحاجه دي سواء انا كنت فعلا محتاجها ولا لا. عقلك اللاواعي او الباطن هيجبرك ان انت تروح المكان ده، لان مخك عاوز الطريق السهل، مش عاوز الصعوبات، مش عاوز المخاطر. هو طبعا ما يفهمش المخاطر، بس هو بالنسبه له لا، انا عاوز الحاجه اللي تمتعني، عاوز الحاجه اللي تخليني مزاجي تمام. فاحنا بنتكلم كده لازم نكون واخدين بالنا ان الحاجات اللي احنا بناخدها او بنسمعها او بنتفرج عليها، سواء طبعا حاجات كويسه او حاجات وحشه، ليها تاثير علينا على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فلازم اكون عارف انا باخد ده ليه وعشان ايه. فلما نيجي نبص على الشخص او الشخصيه اللي بتاخد المشروبات بتاع الطاقه دي، لازم اقعد اسال نفسي انت بتاخد المشروب ده ليه؟
ليه مضطر ان انت تاخد مشروب؟ ليه محتاج حاجه خارجيه تحفزك ان انت تعمل حاجه المفروض تكون داخليا انت مستعد تعملها؟ نيجي لمثال شخص بيصحى من النوم ياخد الحاجه دي. انت بتصحى من النوم تاخدها ليه؟ تعبان؟ طب هل سالت نفسك انت ليه تعبان؟ هل سالت نفسك انت صاحي من النوم الوقت اللي المفروض تكون فيه اكتر نشاط في يومك كله، ليه بتاخد الحاجه دي؟ الحقيقه هي ان نومك مش صح، او هندلتك للستريس مش صح، فبتاثر على نومك، او ادمنت موضوع الكافيين وموضوع الانرجي درينكس اللي هي بتاثر على الكواليتي بتاع النوم او جوده النوم بتاعك. فهي دايره. فانا ما اقدرش اقول لك انت واقع في ايه بالظبط، انت لازم تاخد المعلومات وتقعد مع نفسك وتصارح نفسك. انت بتشرب المشروب ده ليه؟ لطعمه؟ للطاقه بتاعته؟ ولا عشان صحابك بيشربوه؟ ولا عشان ايه بالظبط؟ لان هو ده اللي هيساعدك توصل للرد. طيب اتكلمنا احنا على موضوع مشروبات الطاقه واثرها على صحتنا على المدى البعيد. ايه اللي ممكن يحصل؟ انت متخيل ان انت كل يوم بتصحى تاخد مشروب زي ده، فتاخده تجلد نفسك جلده بالمشروب الطاقه اللي فيه 400 500 مللي جرام كافيين، لو ما فيهوش سكر هعمل لك تحيه سلام، ولكن لسه جواه مصايب تانية كتير بتعودك ان انت عاوز الحاجه الحلوه. في نفس الوقت ده بيبهدل لك رتم القلب، ممكن يديك امراض مزمنه، ممكن يهلك جهازك العصبي اللي هو اساسا انت بتاخد المشروبات دي عشان يبقى عندك طاقه عشان تقدر تأدي حاجه. لا، انت جهازك العصبي ده هيتفرم بمعنى الكلمه، معناها ان انت بعد كده مش هتقدر تنتج، لان جسمك مرهق، جسمك ما عندوش فرصه ان هو يعالج نفسه او يستشفي صح، لان انت دايما ضغط وضغط وضغطه وعلى حاجات ملهاش لازمه. يعني امتى انا لو انا في مكانك امتى اخد مشروب الطاقه؟ اخد مشروب الطاقه ده مثلا لو انا مسافر من امريكا لدبي، للامارات مثلا او لمصر، وفي فرق توقيت شاسع، انا جت لاج، عندي ميتينجز، عندي مش عارف ايه، ماشي اخدها. ولو ان انا هاخد القهوه السوداء على فكره، يعني هاخد البلاك الساده، لان هي بسيطه، ما فيهاش كيميائيات، ما فيهاش حاجات ما اعرفهاش، ما فيهاش الوان، ما فيهاش محليات، حاجه طبيعيه على قد ما اقدر، مش ملعوب فيها، ضامنها، والكافيين فيها مش كتير. ودي اهم حاجه، كل حاجه لازم تكون بالمعقول، ولازم اعرف امتى اخد الادوات اللي متاحه ليا النهارده دي، سواء انرجي درينك او دواء او اي حاجه، كل حاجه ليها ميعادها، ما ينفعش اخدها في اي وقت وخلاص. فطبعا نرجع لموضوعنا، ان المشروبات دي مش هتعمل لك حاجه غير ان هي هتخليك في حاله ارهاق دائمه. حالة إرهاق دائمة هتأثر على إنتاجيتك، هتأثر على صحتك، هتجيب لك أمراض مزمنة، بس لأنك ضعفت عشان تاخد مشروب طعمه يمكن حلو، يمكن بيديك إحساس بطاقة، بس دي طاقة زائفة. فالحقيقي هو لازم يكون عندنا وعي، إحنا ليه بنلجأ لحاجة زي دي؟ أنا ليه جسمي حب حاجة زي دي؟ أو ليه عقلي الباطن حب حاجة زي دي؟ ومن هنا نرجع للأساسيات. نومك عامل إزاي؟ أكلك عامل إزاي؟ حركتك عاملة إزاي؟ الستريس بتاعك بتهندله ازاي؟ هل بتاخد الفيتامينات اللي جسمك محتاجها؟ هل بتتعرض للشمس؟ كل الحاجات دي بتأثر على الطاقة بتاعتنا، وبتأثر على مزاجنا وقوتنا في ان احنا نعمل حاجة. على فكرة لو جربت فعلا تنام صح وتاكل صح وتتحرك صح، مش هتحتاج لكل المشروبات دي، مش هيبقى في ناس مستنينك ان انت تبقى ضعيف عشان يبيعوا لك الحاجة دي، مش هتستنى دار الافتاء تقول لك ده حرام او حلال عشان تبطل. طب ما الناس بتعمل كده في السجاير، وهنتكلم في موضوع السجاير، كلنا عارفين ان هي حرام، ولكن مش كلنا عارفين نبطلها للناس اللي بتشرب. فمهم جدا ان احنا نقدر نتحكم في نفسنا، مهم جدا الوعي، مهم جدا اي حاجة بتحطها في جسمك لازم تكون عارف تأثيرها على جسمك ايه. ومن هنا في فيديو اتكلمنا عنه بيتكلم على ان ازاي الناس الماركترز دول او الناس اللي عاوزة تبيع منتجات على حسب ضعفك او تخويفك، جعلوا من صحتك او من قلقك على صحتك او قلقك على نفسك حاجة كبيرة جدا، صنعوا منها زي ما تقدر تقول اقتصاد عالمي. الرابط للفيديو هنا لو انت مهتم. غير كده اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم. شكرا ليكم، وهشوفكم في فيديو تاني.